كل سنة واحنا كلنا طيبين. النهاردة يوم التروية وبكرة يوم عرفات، ربنا يجعل لنا فيها الدعوات المستجابة يا رب. وطبعا بعد بكرة العيد، وأكلة جميلة قوي بناكلها في العيد هي الممبار. فطبعا النهاردة عملنا الممبار، بعمله معاكم اهوت، ويا رب يعجبكم إن شاء الله. مبدئيا كده جبنا الممبار وغسلناه غسلة محترمة جدا. أنا بجيبه متنضف جاهز من عند الراجل، وبعدين بغسله غسلة كويسة أوي وأقلبه مرتين. يعني هو بيبقى قلبهولي أصلا، أنا بقلبه تاني واغسله على الناحيتين وبخليه زي الفل. تمام. وبعدين في الاخر بنقعه بقى النقعه الحلوه، كلكم طبعا عارفين بيتغسل ازاي. بعد كده كنت عامله الصلصه طبعا بالبصل والثوم والبهارات والحاجات دي كلها وبيتها. جبت انا بقى الصينيه الكبيره دي، حطيت فيها كميه خضره مشكله، شبت وبقدونس وكزبره وشويه نعناع كده فريش متقطعين، وفلفل اخضر وبصل اخضر، بصل احمر متقطع. يعني انا بحب كمان مع الصلصه بتاعتي اللي جاهزه وكامله، بحب اضيف بصل وفلفل متقطع زي صلصه المحشي بالظبط. ويمكن بضيف لها كمان توابل اكتر عشان يخلي كده الممبرايه احلى واحلى. شايفين الصلصه وجمالها؟ حلوة جدا جدا، جاهزة فيها كل حاجة. وهضيف كمان شوية بهارات دلوقتي وملح وحاجات. وانا بعمل الصلصة بتاعت الممبار بضيف عليها شوية قرفة ناعمة، بتديها طعم حلو قوي قوي يا جماعة. وكمان وانا بسويه بحط له قرفة برضو، هتشوفوا دلوقتي في اخر الفيديو. حطينا بقى الصلصه بتاعتنا وحطينا شويه ملح. طبعا الصلصه جاهزه، الصلصه فيها كل حاجه، ببصلها بتومها بكل حاجه فيها ببهاراتها بكله. بس انا بحب اضيف شويه دول. بحب احط ملح وفلفل وكمون، وكمان شويه جوز الطيب وشويه قرفه ناعمه كمان غير اللي انا حاططها في الصلصه، وشويه شطه عشان يخلوا طعمه كده سبايسي وجميل. طبعا للي بيحب السبايسي، اللي ما بيحبش خلاص. خلاص كده هنقلب بقى كل الحاجات في بعضها. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه جدا جدا. وحشوه الممبار دي بتبقى من الحشوات المميزه قوي، وبتبقى كمان من الاكلات المميزه في العيد. وكل سنه وانتم طيبين. حسيت ان انا عندي شويه خضره كمان كده، حسيت ان هما محتاج شويه، رحت حطاهم. وحطيت معلقتين صلصه كمان زياده، وقلبته ببعض. وعايزه اقول لكم خطير جدا، وريحته ولونه وطعمه. وعلى بركه الله نبدا نحشي بقى. انا قلت لكم ان انا جبت الممبار ومغسول كويس. انا بحب احشيه على الناحيه اللي فيها دهون بتبقى جوه. هتشوفوا دلوقتي ازاي. انا قطعت كام واحده كده قدامكم عشان تشوفوه. يعني انا بقطعه كده، وبحشي عن بحط الرز جوه مع الناحيه اللي فيها دهون، بخلي الناحيه الناعمه بره. بس طبعا كله مغسول ومقلوب مرتين وزي الفل تمام. آه، فصلت انا الرز شويه، حطيت شويه رز في طبق عشان احشي اول باول، ولما يخلص اخد تاني عشان ما بوظش الرز كله. لان ممكن يتبقى رز طبعا اعمل بيه شويه ورق عنب او كرنب او حاجه ما يبقاش في مكان الممبار. بصوا بقى الدهون اللي جوه دي اهي زي الفل اهي. انا بقى هحشي على الدهون دي. الدهون دي بتبقى جوه مع الرز، بتديها طعم حلو قوي قوي، بتدي الرز طعم حلو. تاني حاجه، بيبقى الصوبع املس من بره كده وناعم وجميل، ما بيبقاش مكلكع من الدهون. اما تيجي تحمريه كده يبقى شكله احلى تماما يعني. والدهون كمان جوه بتدي للرز طعم حلو. انا طبعا مش ماليش طريقه معينه وانا بحشي. اي طريقه تعجبك احشي بيها. يعني انا شويه تلاقيني كده وشويه كده، يعني بحشيه وخلاص. المهم ان هو في الاخر بيتحشي. اهم حاجه انك تسيبي تعمليه زي المسطره كده، تشيلي كل الزيادات اللي في الرز، ما تخليه مبطط قوي قوي. وتسيبي سنتي من الناحية دي وسنتي من الناحية دي فاضيين، عشان لما يكش ما ينزلش رز كتير. هو طبيعي بينزل شوية رز، بس ما يبقاش بينزل رز كتير في الحلة وانت بتسلقيه. شايفة اهو. هعمل لكم واحدة كمان، وبعدين ابدأ افصل بقى عشان اعمل بقيته واوريه لكم بعد كده هو محشي كله. اه. بفتح وبحشي كده، بمسك بصبعين وادخل بالصبع التالت كده لحد ما اوصل لنص الممبرايه محشيه رز، وبعدين ابدا افرد اهو. ولو لقيتها محتاجه شويه كمان من الناحيه التانية بحط لها. تمام. المهم انها تبقى مبططه شبه المسطره كده بالظبط. ويبقى هوريكم سمكها دلوقتي مش كبير قوي. وتخلي جزء حوالي سنتي من هنا وسنتي من هنا فاضيين. و اهو مبططه هي شبه المسطره كده، شايفينه؟ عشان الرز لما يستوي معاكي ما يفرقعش ويبقى شكله جميل وحلو. تمام. هوريهم لكم بقى اهو، شايفين؟
مبططين وجمال وحلوين، وفيهم سنتي من هنا وسنتي من هنا فاضيين. هخلص الكميه واوريها لكم. جينا بقى غلينا الميه في نفس الحله اللي انا عامله فيها الصلصه. انا بصراحه استخسرت اغسلها لان فيها بيبقى فيها بواقي صلصه كتير. حطيتها فيها اكتر من نصها ميه وغليت، ما بضيفلهاش اي حاجه. بحط الاول الممبار زي ما انتم شايفين واحده بواحده كده. هوريكم دلوقتي واحده ان هي بتلم بسرعه ازاي. بصوا بدأت تلم اهي تمسك، بس طبعا عشان سخنة قوي ما قدرتش استحملها. تمام. هحط كل كمية الممبار اللي عندي اللي انا عملتها، وشوية الصلصة دول حلوين برضو. بضيف بقى شوية ملح وشوية كمون على شوية فلفل، شوية بتاع ده قرفة كمان ناعمة بسيطة كده. وعايزة تحطي بقى شوية شطة كمان حطي، بس انا كنت مكتفية بالشطة اللي فيها. غلي غلوة طبعا ما بنغطيش عليه، هو بنعلي النار عليه لحد ما يغلي، نبدأ نخلي النار نص ونص، بس برضو بنعمله معاملة الحمام، بنخلي الغطا موارب عليه. هو لسه ما استواش، هو يدوب بدأ يغلي غلوة كده. شايفين شكله بدأ ينزل رز برضو مفيش مشكلة. وشايفين بقى الدهون اللي على وشه والخضرة والحاجات دي كلها. عايزة اقول لكم الريحة فظيعة والله بجد، انضف واحلى كتير من انك تشتريه جاهز من بره. اعمليه بنفسك وسهل. خلاص كده استوى وبقى زي الفل. بتشوفيه بالشوكة، بتلاقي الشوكة غرزت بسهولة، يبقى كده خلاص استوى جميل. وكمان وانت بتختاري الممبار اختاري من جزار محترم كده، قولي له انا عايزة ممبار شمبري صغير وحلو كده عشان يبقى نضيف وحلو معاكي وريحته حلوة. خلاص هشيله بقى كله في الطبق واسيبه يبرد يهدى شوية كده، وابدأ اعبيه في العلب اهو. انا طبعا ما سبتوش يبرد قوي، انا سبته يبرد كده نص ونص، وبعدين عشان مش فاضيه بدات اعبيه في العلب بتاعته واحطه في الفريزر ان شاء الله. ويوم العيد ان شاء الله انتظروا معايا فيديو للتحمير والتقديم باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله على خير يا رب. بقيت الفيديو بتاع التسويه هعمله لكم ان شاء الله يوم العيد باذن الله. عبينا كل الممبار اللي عندنا في العلب هيتحط في الفريزر بقى. ودايما احتفظي بالممبار بالشكل ده في علب ويكون في الفريزر، عشان ما ينفعش تحشيه وتحطيه لان الرز هيبوظ منك. تمام. كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد.